أنا هنا قاعد في مكتبي وبفكر في بنتي ليان، وأنت هناك يمكن تبقى شايل بنتك دلوقتي على كتفك، أو يمكن تبقي قاعدة بتفكري أيام ما كنتي صغيرة وأبوكي واقف في ظهرك، أو يمكن تكون بتسمع أغنية هنا يسري بنت أبويا اللي قلبت الدنيا وقتها وبقت ترند رغم إن الأغنية بسيطة جدا. فاللي بيربطنا دلوقتي أنا وأنت سؤال واحد: يعني إيه يكون في حياة الأب بنوتة؟ الأب هو أول راجل في حياة البنت، وهو النموذج الأول اللي البنت بتقيس عليه يعني إيه راجل. طريقته معاها هي اللي بتحدد توقعاتها من أي علاقة في المستقبل. وفي دراسات معمولة سنة 2010 لمايكل لامب بتأكد إنه علاقة الأب المبكرة للبنت مرتبطة بمستوى استقرار علاقاتها في سن المراهقة. يعني أنت يا باشا مسؤول عن علاقات بنتك في سن المراهقة. يعني البنت اللي ابوها حاضر وداعم ثقتها بنفسها بتكون اعلى، وصورتها الذاتيه بتكون اكثر ايجابيه، لدرجه ان هم في بعض الابحاث اتعملت في الامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن سنه 2014 بتؤكد انه الاب الحاضر بيقلل فرص تعرض البنت لاضطرابات الاكل فتره المراهقه، وكمان بيقلل من الصوره السلبيه اللي ممكن البنت تعملها لجسمها. في صديق ليا كان عنده بنت صغيرة، كل ليلة قبل النوم كان بيقول لها انت مش بس شاطرة في المدرسة، انت كمان قلبك طيب وذكية في التعامل مع الناس. لما البنت دي كبرت بقت متأكدة من ان قيمتها مش مرتبطة بدرجاتها في المدرسة او شكلها، لكن مرتبطة بجوهرها وذاتها. النهاردة وهي في الجامعة عندها ثقة في نفسها اكتر تخليها تختار صحابها بعناية، وكمان ما بتسمحش لحد لا يقلل من شأنها او يخترق حدودها. الأب يساوي الأمان العاطفي، لأنه هو أول مصدر أمان وحماية للطفل. فغياب الأب أو قسوته بيدي إحساس بالنقص أو الدونية أو يمكن إحساس بالرفض. وزي ما عرفنا أو زي ما شفنا في الحلقات السابقة، نظرية التعلق بتقول إنه علاقة الأب هي اللي هتحدد علاقة البنت بالكون، فهي اللي هتحدد قدرتها على إنها تعمل روابط آمنة مع الذكور. يعني الأب اللي موجود النهاردة ممكن يبقى مكون أساسي، أو مش يمكن، ده أكيد بيبقى مكون أساسي لفارس الأحلام في المستقبل، سواء بشكل واعي أنا عاوز أتجوز واحد زي أبويا، أو شكل غير واعي تلف وتدور وتدور ويطلع في الآخر شكل هذا الرجل هو شكل الأب. وممكن نفكر كم مرة ارتبطتي بحد وبعدين اكتشفتي إنك ما طلعتيش عاوزاه، ده شبه بابا، نسخة من أبوكي، أو نسخة من النسخة اللي كنتي عاوزاها في أبوكي. وكم صدام حصل بين راجل ومراته عشان عاوزة تخليه نسخة من أبوها. مراته بتعامله على إنه أبوها. الأب اللي بيسمع بنته ويشاركها اهتماماتها البسيطة زي اللعب والهوايات، ده بيقوي الرابطة العاطفية بينه وبين بنته. وبالتالي هنصحك نصيحة: شبع بنتك في حياتك دلوقتي هتحميها في المستقبل. كل ما شبعت بنتك كلام حلو زي انت اللي حليتي الفستان، انت اللي جميلة، انت اللي ذكية، ده بيخلي البنت عندها مرونة نفسية ضد الناس اللي ممكن تحاول تستغلها، الوحوش اللي بره. الأب الغايب سواء كان مطلق أو توفى أو حتى موجود لكن مهمل بيورث للبنت عدم ثقة وعدم أمان، وبالتالي علاقات غير مستقرة. فالبنات اللي فقدوا آبائهم بدري أكثر عرضة لعلاقات عاطفية واضطرابات أكل واضطرابات تنظيم المشاعر. الأبهات نوعين: الأب الحامي المتحكم، وده عادة النسخة العربية أو النسخة الشرقية، وفي الأب اللي بيشجع على الاستقلالية ويمكن يكون أقرب للنسخة الغربية أو الأبديتد فيرجن من النسخة العربية. النقطة المشتركة ما بين الأبين إنه أي بنت في الدنيا عاوزة أب داعم يخليها أكثر ثقة في نفسها واستقرارا. وبالتالي في أي ثقافة في أي بنت بتدور على إنها تستحق الحب والاحترام، ودور الأب إنه يوازن ما بين حماية الطفلة ودعم المراهقة وإنه يديها حريتها. الأب
محتاج يحمي من غير ما يسلب الاستقلالية. فكل ما كنت صادق ومحب وبتحترمها وبتحترم حدودها وجسمها، كل ما ساعدتها تبني مستقبلها وتبني علاقات أكثر استقرارا. يعني أنت أول واحد بتعرف البنت إزاي تحمي حدودها. علاقة الأب ببنته مش مجرد مسؤولية، دي شراكة وجدانية من أول يوم. الأب هو اللي بيعلم بنته إنها تستحق الحب والاحترام والأمان. ويمكن أنت دلوقتي أو أنت دلوقتي فاكرة صورة أبوكي معاكي وأنت صغيرة، أو يمكن بتفكر نفسك مع بنتك إمتى أول مرة قالت لك أنا بحبك. السؤال دلوقتي بتاع الحلقة: إيه أكتر ذكرى عاوز تسيبها مع أبوك؟ هل الذكرى دي عاوزة تحتفظي بيها أو تغيري فيها حاجة؟ هستنى تبعتيلي ريل في الذكرى وعاوزة تعملي إيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، شير، وسبسكرايب.